وفي هذا الشهر الكريم وانطلاقا من شهر رمضان وهو ربيع القرآن، أقام المعهد المركزي للقرآن الكريم عدة تلاوات في محافل متعددة على نطاق محافظة المثنى في قضاء السماوة. وهذه المحافل هي سبق وأن أتت أكلها وآتت ثمارها، فكان هنالك مردود بعد هذه المحافل وهذه التلاوات القرآنية والختمات في الحسينيات، تكون هنالك ثمار، وهي هنالك دورات في المعهد المركزي للقرآن الكريم تصل أعدادها إلى عدد 100 شخص وأكثر من مختلف المستويات الفكرية، من الطلاب الأكاديميين ومن طلاب المراحل الغير منتهية وكذلك من الأساتذة الجامعيين. الحمد لله، في كل عام من شهر رمضان يقيم المعهد المركزي للقرآن الكريم في محافظة المثنى الختمة القرآنية الرمضانية المركزية في مسجد وحسينية الحاج رافد مكي. هذه هي الختمة المركزية، وتوجد أيضا مجموعة من الختمات في عموم وربوع محافظتنا الكريمة. نسأل الله تعالى أن يمن على المسلمين جميعا، على العالم الإسلامي وعلى شيعة أمير المؤمنين خصوصا وعلى عراقنا الحبيب بالأمن والأمان واليمن والبركات وقبول الطاعات إن شاء الله تعالى. ونحن في هذه الليالي العطرة وقراءة القرآن الكريم هي سنة متبعة في هذا الشهر الفضيل، وهذه المحافل القرآنية هي من شأنها أن تعلو باسم القرآن الكريم. وهذا الشهر الفضيل هو شهر خير وبركة، وكل الأعمال فيه مضاعفة والحسنات فيه مضاعفة، الأنفاس فيه تسبيح، النوم فيه عبادة. ونحمد الله ونشكره على هذه المحافل القرآنية الكريمة التي من شأنها أن تسمو باسم القرآن.